العوامل اللي ممكن تأثر على النمو العقاري والاستثمار العقاري اللي موجود في مصر دلوقتي؟ طبعا هي عدة عوامل، ما فيش حاجة محددة طبعا. من ضمنها على فكرة عوامل خارجية، يعني عوامل ليها علاقة بالسياسات الخارجية بره مصر، مالهاش دعوة بمصر أصلا. يعني مثلا زي ما حصل مثلا في موضوع السودان ده مثلا. موضوع طبعا مش عايزين حاجة وحشة لأي حد، بالعكس نتمنى الناس كلها تنجح وتكونوا في امان ان شاء الله يا رب. بس طبعا ما باليد حيله يعني. زي موضوع مثلا يعني العوامل الخارجيه بتاثر عليك بشكل مباشر غير مباشر، ده اكيد طبعا دي عوامل، لكن انا بتكلم على العوامل الداخليه. ايه اللي ممكن ياثر على التطوير العقاري ونموه في مصر غير العوامل الخارجيه اللي احنا كلنا عارفينها؟ يعني ياثر عليه بالايجابي يعني او بالايجابي بالسلبي، يعني في وجهه نظر حضرتك؟ هو طبعا تحسن الحاله الاقتصاديه بشكل عام وضخ الاموال عموما في كاستثمارات في كل انحاء الجمهوريه وفي كل المجالات هيصب في الاخر برضه في القطاع العقاري. لان برضه هرجع اقول لك ان عقيده الشعب المصري، وعلى فكره ده اللي مغلي العقارات اصلا في مصر، يعني عقيده الشعب المصري ان العقار هو الملاذ الامن، وهو برضه هي نظريه صح في العالم كله يعني، بس مصر شويه الموضوع زايد حبه ونص يعني. فاهمه ازاي؟ فهي القصه طبعا ان انت اي استثمارات تحصل في البلد واي ضخ هيحصل في البلد هيصب في الاخر في النظام، في التطوير العقاري او في العقارات عموما، وهيصب في كل المجالات. بس علشان التطوير العقاري مجاله كبير جدا. انت النهارده لو معاك مثلا، هنفترض معاك مثلا ربنا رزقك مثلا ب 5-10 مليون جنيه، هتروح تجيب بيهم عربيه وتجيب بيهم شقه، على فرض ان انت ما عندكيش شقه. يعني هجيب بيهم شقه. لو ما عندكيش شقه، بس لو عندك شقه هتجيبي بقى، هتخش على الكماليات بتاعتك.